عاصمة الثقافة العربية قسنطينة تتهيأ لاختتام هذه الفعالية التي انطلقت منذ عام. بعض المشاريع جمدت ومنها ألغيت، وأخرى تسابق الزمن للانتهاء من إنجازها على غرار مشروع وادي الرمال الذي خصص له مبالغ ضخمة فاقت 1700 مليار سنتيم، ومحطة المسافرين الشرقية التي كانت من المقرر أن تسلم في صيف 2015 قبيل ساعات فقط من زيارة الوزير الأول عبد الملك سلال إلى قسنطينة للإشراف على اختتام فعاليات العاصمة الثقافية. كل الورشات لم تنتهي بها الأشغال بعد، فهل يا ترى ستلغى بعض النقاط المبرمجة لزيارة سلال، أم سيكون الطلاء فوق الإسمنت وهي لم تجف والتزفيت على التراب آخر الحلول؟ الكل على قدم وساق، مساحيق التجميل وحملات التنظيف طالت كل الأماكن والشوارع التي يمر بها الوزير الأول، ما جعل المواطنين في قسنطينة يأملون في تكرار مثل هذه الزيارات لرفع الغبن عن الأحياء التي تعود لها الحياة مع نزول سلال بها.